النهارده الرئيس عدلي منصور بيتسلم نسخة أو تسلم نسخة من مسودة تعديلات الدستور. تسلم الرئيس عدلي منصور اليوم نسخة من مسودة التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل بعد أن انتهت لجنة الخبراء من مهامها أمس في صياغة تلك التعديلات. أكدت مصادر أن المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية ومقرر لجنة تعديل الدستور قد سلم بمفرده اليوم نسخة من مسودة التعديلات الدستورية إلى رئيس الجمهورية المؤقت. يذكر أن المستشار علي عوض قد أكد في تصريحات للصحفيين البرلمانيين أن ما انتهت منه اللجنة هو مشروع مسودة سيعرض على لجنة ال50 التي ستتلقى مقترحات القوى السياسية، مؤكدا أن المشروع النهائي الذي سيعرض على الشعب سيكون من خلال لجنة ال50. كشف أيضا عوض أن أعضاء لجنة الخبراء سيستمرون في العمل مع لجنة ال50 كأعضاء غير أساسيين ليس لهم حق التصويت.